في ظاهرة كده الواحد بيلاحظها دايماً، كلنا بنعملها بشكل أو بآخر، إن الواحد يلاقي نفسه بشكل تلقائي كده بيروح يقعد في نفس الكرسي كل مرة. يعني سواء في الشغل أو مثلاً في كافيه بنروحه على طول، حتى في البيت ساعات. إيه بقى حكاية الكرسي ده بالذات؟ النهاردة إحنا يعني هنبص سوا على تحليل لطيف للموضوع ده، مصدر كده بيتناوله بشكل خفيف وبيحاول يفهم ليه بنعمل كده. هدفنا نفهم سوا إيه السر ورا السلوك ده وليه منتشر قوي كده. أول نقطة لطيفة بتتقال في التحليل ده هي فكرة الملكية غير المعلنة للكرسي، اللي هو الإحساس الداخلي ده بتاع لا استنى ده مكاني أنا. يعني زي ما ممكن حد في الشغل يلاقي زميله قاعد في مكانه المعتاد فيروح له بمنتهى الذوق يقول له معلش أصل ده مكاني. بالظبط. هو مفيش ورقة مكتوبة طبعاً إنه مكانه، بس الإحساس ده موجود وموجود بقوة كمان. تمام. والنقطة دي بالذات يعني بتاخدنا لأهم تفسير بيتقال، وهو إن الموضوع مرتبط بمفهوم نفسي معروف قوي، الكومفورت زون، منطقة الراحة. يعني منطقة الراحة، أيوة. المخ بطبيعته بيميل للحاجة المألوفة، الحاجة اللي يقدر يتوقعها، والمكان ده، الكرسي ده بالذات، بيتحول مع الوقت الرمز للأمان والاستقرار ده. الفكرة مش لازم تكون إن الكرسي نفسه يعني مريح بشكل خرافي أو حاجة. لا خالص. لا، هو مجرد كونه المكان بتاعنا المعتاد. ده بيوفر على المخ مجهود إنه ياخد قرار جديد أو يتعامل مع حاجة مش متعود عليها. أي تغيير بسيط حتى لو الكرسي اللي جنبه بالظبط، المخ بيعتبره خطوة ناحية المجهول، بتحتاج ولو قدر بسيط من التكيف. يعني العقل بيحب الروتين شوية في الحتة دي. بالظبط، بيحب التوقع وبيكره المجهول، والكرسي ده بيمثل الأمان والتوقع ده. يعني فكرة الشخص اللي بيروح نفس القهوة كل يوم، لدرجة إن ساعات العاملين في المكان بيبقوا عارفين مكانه أكتر ما عارفين هو بيشرب إيه بالظبط. أيوة بتحصل كتير دي. ولو حد غريب بقى جه قعد في الكرسي ده، تلاقي صاحبنا ممكن يقف ثانية كده كأنه مش مستوعب، اللي هو إزاي ده مش ده مكاني. ونفس الفكرة بنشوفها في البيوت طبعاً، يعني كرسي الأب أو كرسي الجد اللي كل اللي في البيت عارفين إن ده الكرسي بتاعه، وممكن مجرد نظرة منه لو لقى حد قاعد عليه تكون كفاية قوي عشان اللي قاعد يقوم فوراً. تمام. طيب، هل الموضوع كله مجرد منطقة راحة وخلاص؟ لا، التحليل بيضيف أبعاد تانية بتخلينا نفهم أكتر. في كمان الإحساس بالأمان والارتباط العاطفي اللي بيتكون، كأن في علاقة شخصية كده بين الواحد والمكان ده. علاقة؟ قصدك زي إيه؟ يعني زي ما نكون بنعمل بيرنج أو اقتران شرطي زي ما بيقولوا في علم النفس، بنربط إحساسنا بالاسترخاء أو بالتركيز بالكرسي ده تحديداً. ده غير كمان البعد العملي أو الاستراتيجي ساعات. استراتيجي إزاي يعني؟ يعني ممكن يكون اختيار المكان ده من الأول كان مدروس. بصي، ممكن يكون مكانه بيخليه كاشف المدخل مثلاً، أو تهويته أحسن، أو جنب الشباك اللي بنحبه، أو يمكن ببساطة جنب فيشة الكهرباء عشان الشاحن. صح. فده بيعكس رغبة جوه الواحد، ممكن تكون مش واعية قوي، في السيطرة على الموقف وتقليل المفاجآت، وكمان تقليل المجهود الذهني اللي مطلوب عشان ناخد قرارات جديدة طول الوقت، حتى لو قرارات بسيطة زي دي. وفي جانب تاني لطيف قوي بيتقال برضه، وهو الذكريات. دي نقطة مهمة برضو. إن الكرسي ده بيتحول مع الوقت لشاهد صامت كده على مواقف ولحظات كتير في حياتنا. ده الكرسي اللي كنت قاعد عليه في رمضان اللي فات، أو هنا بالظبط وقع مني طبق الكشري. أيوه. اللحظات دي حتى لو تافهة بتضيف طبقة عاطفية كده، وبتخلي الواحد يرتبط بالكرسي ده أكتر، كأنه جزء من تاريخنا الشخصي الصغير. وده بيوصلنا لخلاصة الأفكار اللي بتطرحها المادة دي، إن الكرسي ده في الحقيقة هو أكتر بكتير من مجرد قطعة أثاث بنقعد عليها. بيتحول مع الوقت لرمز للاستقرار، للروتين اللي بنرتاح له، للذكريات اللي بتشكل جزء من مين إحنا. يعني قيمته الحقيقية مش في الخشب ولا القماش، لأ، القيمة بتيجي من المعنى اللي إحنا بنضيفه ليه من خلال علاقتنا بيه وتجاربنا معاه. بالظبط. وفي النهاية زي ما التحليل بيختم، الفكرة المحورية هي إن الشخص هو اللي بيدي القيمة للمكان ده، مش العكس. الكرسي بيكتسب أهميته دي من وجودنا وإحساسنا ناحيته. تمام جدا. وده بقى بيفتح لنا باب لسؤال أخير كده، يعني الواحد ممكن يفكر فيها. لو الكرسي ده بيمثل منطقة راحة وأمان إحنا متمسكين بيها قوي كده،
يا ترى في كام كرسي تاني في حياتنا؟ كام مكان تاني أو عادة أو يمكن حتى فكرة بنتشبث بيها بنفس الطريقة دي سؤال مهم. لمجرد إنها مألوفة ومريحة؟ وهل التمسك ده دايما بيكون كويس لينا؟ ولا ممكن يكون بيمنعنا من إننا نكتشف أماكن تانية أو أفكار جديدة ممكن تكون أحسن أو أنسب لينا دلوقتي؟ يعني نقطة كده للتأمل.